السلام عليكم ورحمة الله. طبعا كلنا جربنا نبعت رسالة تخاطر لحد، سواء حد وحشنا، حد في دماغنا، أو حد عايزين نقوله كلام مش قادرين نقوله في الواقع. عايزين نبعت رسالة عتاب، حب، آه، أيا كان نوع الرسالة. ساعات الرسالة بتوصل بسرعة، وساعات ولا كأنك بعت حاجة. الحقيقة التخاطر مش بيقف أو مش بيوصل، احنا اللي بنعمل شوية حاجات بتبوظ الإشارة من غير ما ناخد بالنا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن 6 أسباب مهمة ليه التخاطر ممكن يفشل، ولو عرفتيهم هتلاحظي قد ايه الإشارة هتبقى أنضف وأقوى وأعمق وأهدى في الإرسال. أول حاجة التوتر والقلق. التخاطر محتاج طاقة هادية، لكن لما تبقي مضغوطة بتفكري زيادة وخايفة الرسالة ما توصلش، الطاقة بتهتز وما بتعرفيش تركزي. النتيجة الإشارة بتطلع ضعيفة وممكن ما توصلش أصلا. فأهم حاجة اليقين إن أنا هبعت الرسالة كأن الشخص موجود معايا أو قدامي. 2 ممكن النية مش واضحة. لو داخلة تبعتي رسالة مش عارفة عايزة تقولي ايه. مرة عايزة تطمني، مرة عايزة تعاتبي، مرة عايزة تجذبيه، الرسالة بتطلع مشوشة. الكون بيمشي ورا الوضوح. كل ما كانت النية صريحة ومحددة كل ما الإشارة بقت أسرع وأقوى. رقم 3 التعلق الذات بالشخص. دي من أكتر الأسباب اللي بتبوظ التخاطر. لما تكوني معلقة كل مشاعرك على الرد ومستنية منه حاجة ومتوترة إذا كان حس ولا لأ، طاقتك بتبقى محتاجة، وده يضعف إرسال الإشارة. التخاطر محتاج تركيز، الرسالة تمشي، مش تضغط عليها. التفكير في النتيجة أكتر من الرسالة. ناس كتير وهم بيبعتوا تخاطر بيبقوا مركزين هو هيحس، هيكلمني، هيرجع، مش مركزين في أنا ببعتله إيه. لما دماغك كلها بتبقى في النتيجة الطاقة بتتشوش. ركزي في الإرسال فقط وسيبي الاستقبال للكون. الحالة النفسية للطرف التاني. الشخص اللي بتحاولي توصلي له رسالة ممكن يكون تعبان، متوتر، مشغول، طاقته منخفضة. وركزي على طاقته منخفضة. ساعتها حتى لو بعتي صح هو مش بيعرف يستقبل، مش بيعرف يلقط. وده مش معناه الرسالة راحت، بس معناها ممكن تتأخر شوية لحد ما طاقته تكون مهيئة لده وتوصل. الرسالة ضد مسار حياتك، ودي أهم خطوة. أوقات بنبعت تخاطر لحاجة مش مناسبة لينا، إحنا بس اللي شايفينها صح، بس ربنا شايف إن طريقنا مش هناك. لو الرسالة ضد الخير أو ضد مسارك الكون مش هيستجيب. مش رفض، هي حماية ليكي. في النهاية التخاطر مش مجرد خيال، بس ليه طريقة، ليه نظام، وليه طاقة. لما تبقى هادية ونيتك واضحة ومش متعلقة، الرسالة بتوصل أسرع بكتير من اللي تتخيلي. جربي تنفذي الأسباب دي وهتشوفي النتيجة بنفسك. لو عايزة استفسار، لو عندك سؤال، لو عندك حلم، أيا كان ايه، اكتبي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكي. وطبعا ياريت مننساش ذكر الله في التعليقات.